بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيث مثلا سلام ربي في اللون. السلام عليكم ورحمة الله. نعمة من نعم الله علينا، يوث النعم من ربي سبحانه تسيملي لي ذاقي يسمع مرض نسيدي سحنون. ربي قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وري الزميريون هذه يفكا الزال يعني غادي يفكا ربي طاس لا نحصيها عددا. سيسنت في مليثة بوسع في هذه الزاوية العامرة، زاوية سيدي سحنون. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. السيد المجلس مزوارو، هذا هو المجلس الأول في شرح كتاب التلقين في الفقه المالكي للفقيه الأصولي القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي. يتمثل في هذا المجلس المبارك نجتهد نعرض إلى من زمر باش أنغر يون السلع ونصر إمقرانا تمسنين. خاطر ربي ذي القرآن يناد وقل ربي زدني علما، فمسني ورسالة ثلاث أوها ربي بنادم هذه قارة ما يموت. خاطر كني يقرا أيني يقسم أيني يحفظ ربي يسيع لي الدرجة ينس يقخام القرار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في سناث من باب الوفاء لمشايخنا وعلمائنا الذين عمروا هذه الزوايا بالعلم والعرفان. إمزورة فسني عفو يرحم عمرا في معمرين ذي سميسي ذواليس القرايا الصرفقا السموسني السويلة في الجلهان. يعني نذبع أذريث دنجران أنذبع أذريث دنجران ورثتسويا الفضل نسن. ربي يناد في سورة البقرة الآية 237 يناد ولا تنسوا الفضل بينكم. وثلاثة الفضل يكون شركا لا يجي أخص الماذ أميك المعوان أميك ولثتسيارة فضل السابقين أبدا. ولا تنسوا الفضل بينكم. كل ونشو يخدم مؤسس هذه الزاوية رحمه الله يخدم الخطوة الأولى سيدي سحنون، ولكن ماشي واحد بس. والسندوية عاونت خدمنا سفوذ ربي في حق النبي صلى الله عليه وسلم يناد هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ربي يتعاون النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذا المؤمنين يتعاون. الآية هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وربي يحفظ ذا يسلم ذا باش نفتسوا على فضل السابقين. ذي الليل نظن أتصل الآية سيسنت سورة الحشر آيات عجيبة. ذي الآية 8 ربي يهضر في المهاجرين. المهاجرون عاشنا كذا النبي صلى الله عليه وسلم نعثف المليح ماشي السهلة ذي مكة المكرمة. الوحي ينزلد الرسالة الإسلام تبضد وقالوا نفغارا النور للإسلام أتحارفن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أتحارفن المؤمنين صبرني يدس. ربي يناد مستهم البأساء والضراء وزلزلوا
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الصحابة يعد فلسن العذاب ذا قرآن ولكن باش يدينا ربي البأساء توعر يرنايس الضراء قريحا بعد الناد وزلزلوا مرسين ضيو توثير الزلزلة أو ماشي شويط ربي سبحانه يستخدمها ولكن زلزلة وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله بعد ربي ناد ألا إن نصر الله قريب. دي سورة الحشر دي الآية 8 يفكيس نزل المهاجرين يختم الآية أولئك هم الصادقون. ربي شكرك نيت نيكو كذاكي سعن ثيثت سعن الوفاء للدين صوت درجة الصديقية درجة علين تساد ذفير الأنبياء. تسادي سورة النساء الآية 69 ربي يناد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 4 أصناف الأنبياء الصديقين الشهداء الصالحين بعد ربي ختميت يناد وحسن أولئك رفيقا. أي مثل مكة في المهاجرين يقعشنا يسلي مكة بعد هجر إذا السي مكة المدينة جانين كسفن جان تجارة لسن جان كلش ماشي لين سهلان لا ذفيرس لا يثيس 9 يهضر ربي في الأنصار ينزل المدينة الناس اللي عليه الصلاة والسلام بالمهاجرين مرحبا يسون لا سلام نون هكا هذا ربي ذا خلد ذكرهم ينادى ربي ذكر بعض أوصافهم ينادى يحبون من هاجر إليهم. معنى أن الناس المهاجرين سلحمالا مرحبا يسون لا سلام نون بحب تسيد النير في الجدود فلسني يعرفوا ربي الشيخ نغي مزورة أقدشن في الدين سلحمالا من بعد وكذا قدشن كلمة لان في معمر ثقين سيدي سحنون ذارقاز تنطوط وكذا يموت فلسني يعرفوا ربي وكذا تسيديرن أسني في ربي تزمر في الزمورث يختار يثنى ربي ذي قداش نيس وين يختار ربي ذا قداش في معمرتنا في الجامع هذه حمد ربي يشكر خاطر ربي ناد وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سورة الحديد الآية 7 ربي قال كل يونين قسات يجيفك يونيفك دراي يونيفك ثيثي عرق يونيفك ثمسني يونيفك دذرين كل يونيش ديفك كل هذا إنفاق وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أدو ألغى الأنصار ربنا يحبون 62 للهجرة صافي ذا قديم يلول ذو سكاس من 362 للهجرة ويموت ذو سكاس 422 للهجرة يعني يعاش 60 سكاس عاش 60 سنة. بعد التواليم ستلاحظون العجب حينما نقرأ لتراجم العلماء لأنه قد يموت في 40 سنة ويموت في 45 سنة ويموت في 50 سنة مازال ينزيد ولكن تركة مدجان ذي الروج تركة مدجان ذي الروج الذي أنسيسا هذا وقي القاضي عبد الوهاب البغدادي الفلسي عفو يرحم
صافي تاقي ذكرنا الاسمينس الميلاد، ذكرنا تاريخ الوفاة، يموت في 422 للهجرة. طيب ثورة نهضر الشطح فين يعنان الشيوخ ينس أيغر المشيخة ثاقي السكنة سزال أتفهم كتب الطبقات، كتب التراجم دائما يذكرون الشيوخ من كل حاجة تسعى المرافقة في الأمور ندونيث النظام ففلاح أكل ما نلا إزماديني ونكيني يصحفظ انت فلاح الفلاني أمشي راه يطفى مير، أمشي راه يمير، أمشي راه يسروث، وقبل أمشي راه يكرز، أمشي راه يزرع، أمشي راه يكرز، أمشي يجمع النعمة إلا قاس التأطير ماشي كان كيكرز فلاح في المحال. الشيوخ المعلمون في جميع المجالات، لذلك ديزيك تسكن زال يتمثال تاكي كاين انسيد يبوي ثاموسني العوام صار انسيد يبوي ثاموسني اذا كنروح لثاله العين صار عندها يبوي ثاموسني. طبعا تصل تمثال ندرس الساو ان شاء الله ثورة ادينا كان باللي القاضي عبد الوهاب البغدادي نتسيسع الشيوخ وقال لي في الصغرن للشياخيس السيسن إلا مقارن أبو بكر الأبهاري. أبو بكر الأبهاري هذا آلت إليه رياسة المذهب المالكي في بغداد، انتهت إليه الرياسة لثمسني من الفقه المالكي خاطر أفرارند في الوقت نيثمث تاموسني ساعة مازال ما يفرار ديون يفرارد. أبو بكر إذنيخ الأبهاري ذيون سويقاد الصغران القاضي عبد الوهاب البغدادي وقي شيخ من الشيوخ يمقرانا العلماء يمقرانا. يسعى الشيخ واضي سميس الإمام الباقلاني، ما راه يظل الإمام الباقلاني وقي عالم أصولي فذ فريد من نوعه ذي ولي تخصم بعلم الأصول. الإمام الباقلاني نتسع سوي قاليك الصغرن القاضي عبد الوهاب البغدادي زيك إن شاء الله هتغرض صافي لأنه قاليك الصغرن من بعد غشات الصغرض تجي الدنيث. ولا تنقطع الأسانيد في الأمة لأن أمتنا حاباها الله بجملة نعم، منها علم الأنساب، منها علم الإسناد كما قال عبد الله بن مبارك قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. استقباليث يقنى الناس يلدينيس ورث صغير هذا شال ديني، ولكن علم الإسناد دي ونسي العلوم يفكر ربي الأمة. علم الإعراب جملة من العلوم. العلم الأسانيد لا تنقطع في الأمة، كل يوم نسيد يوهم، كل يوم نسيد يوهم سي ثلا سي العنصار سي ثمسني إلى آخره. أتصل الشيوخ يقول لنا سيسن وقال يوم يدنا مثلا التلاميذ ينس لغطاس يقسعها إلا يقارن أبو الفضل الدمشقي وكذا ذيون سي العلماء مقارنا التلميذ من التلاميذ يعني إغراء في القاضي عبد الوهاب البغدادي نسيتي الصغرى إلا ذا وايد قرناس الحافظ الخطيب البغدادي قطب من الأقطاب. حينما نذكر الخطيب البغدادي ذا ذرار ذي ثمسني جبل في العلم والمعرفة. ثم غادي نهضر الشطح فين يعنان في ثلاثة
هاد نهضر في المكانة ينس، المكانة العلمية ينس يسعى مكانة عليه مليح. ستعرف نيس العلماء يشبان مقارنة. أولا نسى صاحب عقل موسوعي، هو أديب، هو حافظ كثير الحفظ. زيك سمحتي هضرا في الضبط، قرنك الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. هكا ميم الشيخ غادي يزيد معمرين أي غير السلمة ذي القرآن إلا قاف يحفظ مليح. خدم الميوث المنهجية أن القرآن لا ينافس بعلم من العلوم حتى يتمكن منه. أتفضل الطلبة القرآن 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 ما الميث يحفظ مليح الحمد لله. أود العلوم نظن، أود ابن عاشر، أود سيدي خليل، أود دين النظم، اللغة العربية، كل العلوم النظم عادي، علم الحساب، علم الجغرافيا، يظن المسارة اللي في معمرين نغ إلى غاية 18 مادة، 18 موديول، 18 مادة غير مشهود في تاريخ الجزائر. 18 مادة دي معمر خطر في كنسة القرآن تمكن منه يحفظ مليح. من بعد هذه غير العلوم النظام غير دنيا ولاقي باش ديني القاضي عبد الوهاب البغدادي عرف بكثرة حفظه، فهو كثير الحفظ، وجمع أيضا بين 3 ميادين أساسية. هو فقيه ذي الفقه الدليل ثاني الصفات تكثر ثقيل التلقين، أصولي ذي علم الأصول، وتولى القضاء، يغاد القاضي ذي مصر ذي بغداد تولى القضاء. خطر ذي زيك العلماء سكنسن أتصم فكان مهمة القضاء ذن تاريخ حكمن هي الغاشي في الوقت من زيك مش مثورة الأمور متطورة. لا ذي زماني صفيون يفرارت أطفاليون يفرارت أذغى شو السلم إلكشت القاضي لأنه قاعد يوظن درجة قاضي القضاة. إذن شهد له كبار العلماء بمكانته العلمية، وقال ديف كان الشهادة نسن فلاس إلى مقارن الإمام ابن حزم الأندلسي وكذا ذرار سيدوران تمسني ابن حزم الأندلسي إلى مقارن الإمام السيوطي جلال الدين صاحب أشهر كتاب الإتقان في علوم القرآن، إلا ومقارن الحافظ الذهبي وكذا غادي يونس المسنوني مقارنا اسمه الحافظ الذهبي صاحب كتاب سير أعلام النبلاء. وكذا يكون وياه فكان الشهادة نسن ذي نيال من الخير، فكان الشهادة نسن باللي القاضي عبد الوهاب البغدادي ذا مسناو أم قرآن الله يبارك. ثورة دوام الكتابين أطاسيك ساعة تختار مثلا إلى كتاب اسمه عيون المسائل. طبعا كتب نسن كتب مختصرة مختزلة حاوية لكنوز كثيرة غاصة تسلي من الزيت ولكن تسعى فيها القرآن. إلا كتاب اسمه المعونة على مذهب الإمام مالك. كتاب المعونة هذا السفر الجليل اللي فيه خير كثير بزاف. كتاب المعونة يساعد كتاب اللي هو شرح الرسالة
لابن أبي زيد القيرواني. خاطر شو سيضران إلى ذي العراق اللوز، زيك العلماء يتمثلوا التصي قاعد ديال المحنة اللوز ولو فينا غروم، ولو فينا غروم. شفا مقادي شفا في معمرين ماشي بزيك ماشي مثورة حكاية مثلا الطلفان زيك ولا شتريسيتي ولا شلاموكات هكا ذو الطلفة أراد يهجين اش أراد شن هكا ماشي هكا يتحصيرين الغرفة ماشي ليلي سهلا، ولكن من كل محنة ثرنو ذي العقل، من كل محنة ثرنو ذي العقل. إما تؤضر ذفير أكثر غال الزماناكي القاضي عبد الوهاب البغدادي يلا اللز أكثر يفعل القوث يهوجر سي بغداد إلى مصر. يا نعمي يقدر راس ربي الناس واحد تاخذ القيروان للعلماء ديال القيروان يبض يسلك لي ربي اكذ ابن ابي زيد القيرواني صاحب الرساله اسمي زر الحلايلس يفكيس منحه شغل ما كنت راه الزماناكي لا بورس بتيت بورس باش هادي غر يلوز يكمل يغرى خاطر في زيك تسكن ذرين في القرايه. انا عامل في معمرنا ويفكاد الزرف يعني غمان ويفكاد الزيت ويفكاد ثمزين ويفكاد يرذن صح ويفكاد اغانيم باش نجر القلام ويفكاد ثاضوط السمخ كولي ولد يفك الزمارتيس باش تي معمرت اتكمل تخدم اكي خدم لجدودنا غاز ورغرينا راه ولكن فوذن ثاموسني فوذن ثاموسني. ابن ابي زيد القيرواني تكس اذريم القاضي عبد الوهاب اسمي كفى القرايه يسلا شو سيخدم يشرح الرساله ينس واعدها كثير من العلماء من ارقى الشروح. الرئيس الخير ننقى الرئيس الخير يطفي الرساله ابن ابي زيد وهي متن يشرحيت القاضي عبد الوهاب البغدادي. السيسناية مثلا كتاب التلقين ذوي كتاب التلقين في الفقه المالكي. في هذا المجلس الأول نشرع في شرح هذا الكتاب الجليل. أولا هذا الكتاب شحال يسعى الكتب شحال يسعى الأبواب خاطر المصطلحات في قديمين ماشي ثورة كاين شابيتر هكا كاين الباب والباب مقسم إلى فصول دي شابيتر والفصل مقسم إلى مباحث والمبحث مقسم إلى مطالب والمطلب مقسم إلى فقرات وفروع إلى فروع ثم فقرات ثم ألف باء جيم ثم هذه طريقة منهجية. أماكن الزيت عندها تساوي الفقرات بلاستيك عندها تساوي الزيت شبيلو النعمة عندها تساوي صاصاشينا ساخوفي سعل منهجية الحياة ديم كل شيء ميم ذي ثموسنيسة عن طريق نسم. وهذا الأمر عادي سمى ناس كتب والكتاب مقسم إلى أبواب سيأتي البيان في الوقت المناسب. شحال كتب قلان دي ثيرتي التلقين 25 كتابا 25 كتاب. شحال أبواب قلان 35 باب. إذن يتألف هذا الكتاب كتاب التلقين من 25 كتابا و 35 بابا. سيقالاكي أرد نشرح إن شاء الله
ذي المجالس إذ يسدون نهض ربي سبحانه.